سورة مريم. في الآية الأولى كافها يا عين صاد ذكر، قرأها بالسكت على كل حرف من حروف الهجاء سكتة لطيفة من غير تنفس، فسكت على كاف وهاء ويا وعين وصاد، ويلزم من السكت على عين إظهارها وعدم إخفائها في صاد. كاف ها يا عين صاد ذكر. في الآية الثانية زكريا إذ، قرأ زكريا بهمزة مفتوحة مع المد المتصل، فيصير هناك همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فتسهل الهمزة الثانية. زكريا إذ. في الآية الثالثة نداء خفيا، قرأها بإخفاء التنوين عند الخاء مع الغنة، نداء خفيا. في الآية الرابعة الرأس، قرأها بإبدال الهمزة ألفا مدية الراس. في الآية السابعة يا زكريا إن، قرأ زكريا بهمزة مضمومة مع المد المتصل، فيصير هناك همزتان، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فتسهل الهمزة الثانية وله إبدالها واوا. يا زكريا إنا، يا زكريا إنا. في الآية الثامنة عتية، قرأها بضم العين عتية. في الآية العاشرة لآية، قرأها بفتح ياء الإضافة وصلا لي آية. في الآية الثامنة عشر إني أعوذ، قرأها بفتح الياء وصلا إني أعوذ. في الآية الثالثة والعشرين مت، قرأها بضم الميم مت. في الآية الثالثة والعشرين نسيا، قرأها بكسر النون نسيا. في الآية الخامسة والعشرين تساقط، قرأها بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف تساقط. في الآية السابعة والعشرين جئت، قرأها بإبدال الهمزة ياء مدية جيتي. في الآية الرابعة والثلاثين قولا، قرأها برفع اللام قول. في الآية السادسة والثلاثين وإن الله، قرأها بفتح الهمزة وأن الله. في الآية الثامنة والثلاثين يأتوننا، قرأها بإبدال الهمزة ألفا مدية ياتوننا. في الآية التاسعة والثلاثين لا يؤمنون، قرأها بإبدال الهمزة واوا مدية لا يؤمنون. في الآية الثالثة والأربعين يا أبت لما، قرأها بفتح التاء ووقف عليها بالهاء يا أبت لما يا أبه. في الآية الثالثة والأربعين يأتك، قرأها بإبدال الهمزة ألفا مدية ياتك. في الآية الرابعة والأربعين يا أبت إني، قرأها بفتح التاء ووقف عليها بالهاء يا أبت إني يا أبه. في الآية الخامسة والأربعين يا أبت لا، قرأها بفتح التاء ووقف عليها بالهاء يا أبت لا يا أبه. في الآية الخامسة والأربعين يا أبت إني أخاف، قرأها بفتح التاء مع فتح ياء الإضافة وصلا ووقف عليها بالهاء يا أبت إني أخاف يا أبه. في الآية الواحدة والخمسين مخلصا، قرأها بكسر اللام مخلصا. في الآية الخامسة والخمسين يأمر، قرأها بإبدال الهمزة ألفا مدية يأمر. في الآية الثامنة والخمسين إسرائيل، قرأها بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر والمد أفضل إسرائيل إسرائيل. في الآية الستين يدخلون الجنة، قرأها بضم الياء وفتح الخاء يدخلون الجنة. في الآية الواحدة والستين مأتية، قرأها بإبدال الهمزة ألفا مدية ماتية. في الآية السادسة والستين إذا، قرأها بتسهيل الهمزة الثانية بين مع إدخال ألف الفصل إذا. في الآية السادسة والستين مت، قرأها بضم الميم مت. في الآية السابعة والستين أولا يذكر، قرأها بفتح الذال والكاف وتشديدها أولا يذكر.
في الآية 68 جثية قرأها بضم الجيم جثية. في الآية 69 عتية قرأها بضم العين عتية. في الآية 70 صلية قرأها بضم الصاد صلية. في الآية 72 جثية قرأها بضم الجيم جثية. في الآية 73 ورئيا أدل الهمزة ياء وأضغمها في الياء بعدها فيصير النطق بياء واحدة مفتوحة ومشددة وريا. في الآية 77 أفرأيت قرأها بتسهيل الهمزة الثانية بين أفرأيت. في الآية 80 ويأتينا قرأها بإبدال الهمزة ألفا مادية وياتينا. في الآية 89 جئتم قرأها بإبدال الهمزة ياء مادية جيتم. ومعلوم ما في السورة من صلة ميم الجمع لأبي جعفر.